السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. في الساعات القليلة الماضية انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصدور مذكرتي قبض بحق هديل خالد عبد الملقبة بأم اللول، والمتهم محمد خلف صداع الملقب بفرانكو، لارتكابهم الفعل الفاضح المخل بالحياء العام عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وليكم بعض التفاصيل حول الخبر. أصدرت محكمة القرخ المختصة أمرا يفيد بالقبض على أم اللول وفرانكو، وهو ما أثار ضجة واسعة حولهما وسط فضول بمعرفة الأسباب. وتصدر الثنائي العراقي فرانكو وأم اللول أبليكيشن تيك توك وسط تداول مقاطع فيديو لهما من تسجيلات لبثوث سابقة أثارت غضب واستنكار واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. ورجح الجمهور بأن الفيديوهات المتداولة لهما وراء القبض عليهما، وانتشر بين رواد التواصل وخاصة فيسبوك لقطات من لايفات لهما يقال بأنها تتضمن حديث غير لائق ومنافي للآداب. ويجدر بالإشارة إلى أن أم اللول سبق وأن طلب المئات من العراقيين بإيقاع العقوبة عليها، زاعمين بأنها تقدم محتوى هابط. وقد كشفت وزارة الداخلية ممثلة في لجنة المحتوى الهابط عن هوية الثنائي، وأكدت بأنها سوف ترسل خلال الساعات قوة أمنية إلى منزل هديل خالد عبد الشهيرة بأم اللول، ومعها المشهور الثاني محمد خلف صداع الملقب بفرانكو. ورسميا صدر أمر بالقبض عليهم بتاريخ اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023. وأكدت لجنة المحتوى الهابط إن سبب صدور أمر القبض عليهما على خلفية المحتوى الهابط وارتكاب الفعل الفاضح والتورط في محتوى مخالف للحياء والذوق العام على منصات التواصل الاجتماعي. ويذكر إن أم اللول من ضمن مشاهير التواصل الاجتماعي اشتهرت من خلال فيديوهات الرقص التي تنشر عبر حسابها في تطبيق التيك توك، وتعمل في أحد الملاهي الليلية كراقصة استعراضية يتم متابعتها بواسطة أكثر من مليون مشترك في منصة تيك توك. ودائما ما تتعرض أم اللول لانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المحتوى التي تقوم بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه مستخدمي المواقع بأنه محتوى مخل بالآداب العامة. وسبق وأن طلب العديد من العراقيين بإيقاع العقوبات عليها بسبب نشر المحتوى الغير أخلاقي عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يتنافى مع الدين الإسلامي وأخلاقيات الشعوب العربية. ده كان فيديو النهاردة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.